أحمد المكيرش يقول برافو عليك يا الفراج، اليوم حلقة مباشرة عن إمكانيات الجابر التدريبية وإبراز مشاكل الاتحاد الإدارية. واصل واستمر. أولا أنا لن أبرز إمكانيات سامي الجابر، لأن سامي الجابر مدرب لوصيف بطل الدوري السعودي الآن. أنت ما أنت مقتنع فيه، هذا شيء بينك وبين نفسك. أنت ممكن تقتنع أن جدة موجودة في المنطقة الشرقية ولن يجادلك أحد، أنت حر. سامي الجابر هو مدرب فريق الهلال، لا تقعد توجع قلبي وتقعد تفرغون ووليد قاعد يدعمه. ايوه انا علنا انا ادعم سامي الجابر، لانه سامي الجابر اذا فشل هذه السنه لن يدرب مدرب سعودي اي نادي في دوري المحترفين 10 سنوات. ولو فاز ايش راح يصير في سامي الجابر؟ اترك هلال ونصر، شوف سامي الجابر لو فاز السنه الجايه حيجي مدرب سعودي اخر في الدوري، وبعدها حيجي مدرب سعودي. حاولوا تفكرون مره. ابو بدر ممكن سام بس سام اول مره اسالك سام مين انت يا وليد الفراج رقم واحد شعبيه وجماهيريه في المملكه العربيه السعوديه؟ شعبيه وجماهيريه ايش الفرق بينهم الثنتين؟ الجماهيريه فقط محصوره في ارض الملعب. أيوه. الجمهور اللي يحضر. الشعبيه اوسع من هذا الكلام. انت من وجهه نظرك كحضور في الملعب، كحضور في الملعب انا اعتقد على مدار الموسم بكل مسابقاته اتحاد هو اكثر حضور جماهيري، ويمكن الملعب اللي موجود هو فيه ما يساعده في وسط الملعب. والشعبيه؟ لا الشعبيه الهلال اقوى قوه شرائيه في البلد، ما في نقاش. طيب عموما الرقم الرقم مع احترامي سوينا قنوات انديه، عدد المشتركين في الهلال كان مختلف عن يعني بينه وبين اقرب نادي 50%. خلينا اطلع بس في شغله صغيره بس بقول لكم اياها في البدايه. احنا الان خلصنا الجوله 16 رايحين الجوله 17، وقدامنا يعني حوالي 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 10 جولات، قدامنا 10 جولات. إذا استمر التنافس بين النصر والهلال على صدارة الدوري سنشاهد أضخم وأكبر وأوسع مرحلة فيها شائعات في تاريخ الرياضة السعودية. تنافس ساخن جدا، وهناك في أطراف كثيرة تحب تساند من برا الملعب، بس هذا يكون على حساب المصداقية. مع الأسف أنه يتم استخدام هذه المعركة الشريفة اللي داخل أرض الملعب تتحول إلى خارج الملعب من هذا الطرف. هذا كل الأطراف مشتركة. يمكن بعض يقول لك طب الإدارات ما لها، الإدارات ممكن ما تشارك، يكون لها دور بعض المشجعين، بعض أعضاء الشرف. في طرف بعض اخواننا النصراويين يقول لك الفريق رايح ياخذ بطوله، يعني فيصل بن تركي بيصير الحاله يعني ناكل معاه في الموضوع، نبين قدام الجمهور احنا قاعدين نسوي شيء، يعني ما يمكن يشيل الكاس الحاله يعني. ونفس الطرف الاخر بعض الهلاليين يقول لك لو اخذ الهلال هذا الدوري راح يعتبر دوري غالي جدا. ترى على فكره يعني انا بعض الهلاليين يعني لازم يكونوا منطقيين. اذا استطاع الهلال ان يحضر بطوله الدوري هذه فيعني يحطها ولا كلمه على العالميه بعد كذا، لان قيمه الدوري هذا بقيمه كاس العالم. ليش؟ بعدين اداره الهلال تشرح لكم التفاصيل اللي صارت في هذا الموسم يعني. فبالتالي صار في محارش من الطرفين. يا ريت نهدى شويه، ما توصل لهذه الدرجه. مساكين الناس تتفرج، يجيك بعض المشاهدين يرسل لك ابو بدر شوف هذا في شيك باسم حكم، شوف هذه فكرة المؤامرة موجودة في فكرنا احنا كرياضيين سعوديين، موجودة. وفكرة وجود تلاعب في النتائج هذه فكرة لها تاريخ طويل عندنا. الناس محتاجة الدليل. الفوتوشوب كان كفيل بإحضار. على فكرة إذا بتعطي أحد ولا بدي أجي مع بعض الغلابة أقول لهم يعني ترى إذا بتشتري مباراة ما حد شاريها بشيك يعني، ولا حد شاريها بتحويل مالي، ولا حد شاريها بشيء عيني. لها طريقة معينة طويلة عريضة، ما هي بالغلب اللي احنا فيه. اللي لقيت لي ظرف حق واحد كاتب لي يقول للحكم اذا فازوا عطايا الشيك صباح الليل. هذا مين يصدق الكلام ذا؟ والله صدقت. خلينا نشوف مع العناوين.